ست درجات رياضيات درجتي ايش قد؟ 10% حرامات. زين بالعربي ايش قد؟ 20% راد 80. واحد يقول لي يلا عيد السنة شو اسوي؟ لك حسوني تقوم ما بقالي وقت. ستي ايش؟ لك اني امك. الو ماما. هلا بيك. يلا اعطيني وانا صار لي ساعه ادور على المشمر ما اقول وينه. امشي طيني. ماما انا ما اقدر انام الا على ريحتك. اي ريحتك كشمير ما تعرفها ريحتي؟ من هاي انا احب الافلام الهنديه. اي قد ما استعملين كشمير. اقول لك البارحه لما ظليت انت نايم؟ ما تاخرت 3 الصبح. شلون 3 الصبح؟ شو كان فيلم هندي 4 الا ربع انا قاعده وشفتك انت قاعده تتفرج افلام هنديه. 4 الا ربع. اي عافيه انت احسن من عندي. حلو الفيلم؟ يخبل صدق؟ وكارينا كابور وسلمان خان. شفت النهايه مالته شلونها؟ الهاويه. اي مو بالاخير عباله هو القاتل امها وتوسل بيها كان يقول لها يا بري من دعني كيف رعبت وداعت مو يحلفون هم ترجمه كاتبين تعرف من ريتي كانت تقول لك يا برتك اقول لك تعرف متك كافي نهي كافي دارد اروح. اليوم عندي طلعه تيجي وياي ما تروح المدرسه؟ اي لا تضوجني. لا بدي اروح للسوق وانت مشترك. انا ما اقدر اروح المدرسه اليوم. لا بدي اروح. تدرين ليش؟ ملابسي ماكو. شنو ملابسك؟ طيب قلت لك باكر الخميس 4 علم غسلي لي اياهن. مو شو اسمه انا غسلت واحد والثاني ما ادري وين ما لقيته. انا لقيت الخميس عند الجيران. القميص عند الجيران؟ اي والبنطلون وين؟ اقول لك نمشي روح هيك اليوم. اروح هيك المدرسه؟ روح هيك اليوم. خافي يطلعوني برفعه العلم. انت لا تطلع برفعه العلم. خوش انت دخل بالصف. مو عند امتحان مال العلوم ما حاضر. مو كنت تقريني؟ ايش اصير انا قريك مو قريتك بالصف الاول، قريتك بالصف الثاني، هسه انت بالصف السادس. ماما التهبيه انا ابني انا عندي صديقاتي، عندي طلعاتي، عندي روحاتي، ما عندي شغل عمل بس انت بيصير هيك. انت شلون؟ تقوم روح. اروح ملابس؟ ايش بيها الملابس؟ خاف ما يقبلون. لا يقبلون بيها ازرق وبيها ابيض وبيها نيل كل زين. ها يلا اروح. يلا نروح. وذا قالوا جيبوا لي امرك. ولي امرك؟ اجيبك من العرس؟ لا تجيني. ما طلع لهم اي كذبه، اقول لهم ابويا مو هنا عليه. امي مريضه. يما كل ما ابي ليش تدبن علي؟ بدي امشي هسه امشي. يلا راح اتاخر. وذا طلعون شلون؟ اقول بدي امشي. يلا في مان الله. يلا باي روح. ماما ما تريقت. بعدين تريق بعدين اعود اغديك. نمشي. ماما بطلتيني مصرف. هسه نمشي معود بس الفلوس نمشي. ماما ما اريد شيء. يلا تروح تاخرت هسه قاعد تنتظرني. اذا النظافه والاناقه هي تمثل شخصيه الطالب. حسوني. نعم ست. هاي انت شنو هذا اللبس مالتك ماما؟ ست حلو. شنو حلو؟ هسه انزع على تريدينه. انت وين جاي ماما وين جاي؟ للحفله. هاي منو ملبسك هيك لبس؟ اني. ليش؟ احب افلام الهنديه. زين والدتك وين؟ ما شافوك من طلعت انت من البيت؟ لا كانوا نايمين. ابني ما يصير، شوف زملائك شلون لابسين، الزي مالتهم لازم يا اما يكون رصاصي وابيض، يا اما نيلي وابيض، يا اما اسود وابيض، صح لو لا؟ ست انا هم لابس ازرق. مو هذا انا متاثر باميتاب. وهذا شو اسمه هذا شاروخ خان. اي هذا ما تعرفي على بوليود يغني تكت انا بس فد حلو يقع من الجبال تلقي سياره بيب يطلع. حسوني ابني شوف زملائك ايش لابسين. اي ست ما يصير ابني انت جاي مدرسه زين، جاي يعني المدرسه نعتبرها الاسره مالتنا، البيت مالتنا، صح لو لا؟ دائره رسميه نعتبرها. ما انا اضوج احب الالوان تلبسها برا، من عندك طلعه، من عندك سفره، تكون بالبيت رايح على اجدادك، رايح على اصدقائك، صح لو لا؟ بس هي مكويه مو؟ مين مكويه هاي؟ مو كل ما اروح المكوى القاه معزل، ذاك اليوم لقيته مطفي. شو مطفي؟ ابو المولده ما مشغل له. جيت العصر لقيته نجار بس شلون يسوي لفات؟ كل برتقاله لكبرها. احنا وين بدنا نحكي وانت وين تحكي ابني؟ ستي وياهم تحكي وياي؟ لا طبعا احكي وياك انت. بس صدقيني امشي روح للخياط، اذا مفتح حتى ودي له حذاء مشقوق. ابني ممنوع منع باك بعد تجي بهيك زي، فاهم لو لا؟ لو تجي مثل زملائك لو ما تحضر المدرسه. ست مو امي ما تبدل لي. امك تبدل لي امي. ايش بيها امك؟ بلتهي بالتلفزيون. امك بلتهي بالتلفزيون؟ اي ما تباع علي.
اذا الغلط منك ربة الاسره، المفروض قبل ما يطلع ابنك المدرسه تباعين الهندام مالته والترتيب مالته هو جاي المدرسه، ما جاي انه سفره. فهذا التقصير كليته من عندك بالاول. زين انا احب الملابس مال المدرسه، بس انا دائما اشمرها وما يدرون بيها وين، ذاك من لقيتها ورا كنت. اذا انت وسخ. ودا العب بيه، جوارنا جاب لي القميص، قلت له وين ماخذه؟ زين هاي شنو؟ هاي غزاله نجحت بالاول وضامها من السادس. تعال سامي. ست. اطلع وروح جيب ولي امرك، ما تجي للمدرسه بعد بهيك زي. ما ابوي بدي بالشغل. روح جيبه. يلا 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 يلا. اجيبه هو الموكوي؟ امشي امشي اطلع برا يلا. زين امشي. وعنده شغل. اذا مشاهدينا الاعزاء، مثل ما شفتوا هذا المشهد التمثيلي البسيط هذا على بعض الطلبه، يعني مو كل الطلبه، بس هذا تذكير لكل الطلاب المهملين اللي ما يعتنون بمظهرهم الخارجي. أكيد. وعلى العائله بالبيت ضروري متابعه اطفالهم وملابسهم واحتياجاتهم، كذلك دروسهم. يعني الهندام يعكس ثقافه العائله نفسها، وبالتالي ايضا الطفل راح يكون غير سوي ويا اصدقائه، ويكون عرضه للتشهير ويكون عرضه للنقد انه ملابسه وسخه مو مكويه، فهذا ما نحبذه. المدرسه الحلو بيها لبسها موحد. طبعا. هذا اللي احب اقوله لكل اطفالنا، واتمنى لهم النجاح والموفقيه ان شاء الله. ان شاء الله. ومرت الثانيه خلي لك قمصان اثنين، قميص يتوسخ وقميص الثاني تلبسه. قمصان اثنين، بس اثنين خاف ما اجي شلون؟ وتعال ثلاثه.